لانه هذا انا اعتبره نجاح، انه اي مصري يثني علي انا بعتبره نجاح، لان المصريين لهم مكانه في قلوب كل العرب، وان شاء الله مكانه سترتقي دائما. والاردن ومصر يعني ما تفرق بينهم غير ساعه، يعني لو بدك تروح على عفوا تروح على رحاب تاخذ ساعتين. ونسب وحب وعلاقات يعني اعتقد عمان، العاصمه عمان اقرب لك الان من انك تروح صحيح. شمال الصعيد. صحيح. لا، وتحس ان في ثقافه قريبه جدا من بعض، يعني طبعًا العادات طبعًا. قريبه جدا واحد، حتى عادات اللي هي بتاعت المواسم بتاعت رمضان. اقرب بلد لينا الاردن طبعا. واحنا شوف احنا عاده يعني الاردن ومصر يعني بتنساش كمان انه الاخوه المصريين متواجدين يعني بكثره في، واحنا تعودنا عليهم وهم تعودوا علينا. وما تنساش ان الثقافه المصريه هي لا تقتصر فقط على الاردن، الثقافه المصريه هي وسط الوطن العربي، وحتى يعني وصلت حتى تتكرم في هوليوود، فمن قليل جدا ان احنا نذكر مصر الا بكل خير ان شاء الله. انا مبسوط بوجودك معانا. الله يعزك. الله يكرمك. يعني شهادتي فيك هتكون مجروحه. الله يبارك فيك. لان احنا ناس كتير خالص محملانا الامانه ليك مباشر، ان احنا نسلم عليك مباشر، جمهورك اللي موجودين على الصفحه وحبايبك اللي موجودين في مصر. وزي ما قلنا الاردن ومصر يعني اللي هم يعني قلبي الامه العربيه، ومعاهم باقي الدول العربيه ان شاء الله. ربنا يحمي مصر ارضا وشعبا وكل الدول باذن الله. الله يبارك فيك. الاردن برضو انت سبتها وانت عندك في العشرينات. نعم. مش كبير قوي بس مش صغير. نعم. فليك ذكرى فيها وليك تواصل مع حد واهلك اكيد موجودين لسه ما زالوا. والله انا بالنسبه لي الاردن هي في القلب يعني، ويعني الاردن هي بلدي ووطني، وانا يعني من الناس اللي اعشق تراب الاردن، واحب بلدي واحب كل العرب، فاحنا كنا اخوه يعني. فالاردن ما زالت اردن، ومصر كل احترام لها اكيد. انا قلت القصه بتاعتك مختلفه شويه. فكره انك انت بتسيب بيت واهل وطموحك انك انت تطلع لدوله اوروبيه، كانت ساعتها الفكره مسيطره عليك ايه؟ يعني انت مثلا انبهرت باوروبا مثلا من الافلام اللي بنسمعها او من التواصل، او حد كان بيحكي على الانفتاح اللي موجود هناك والحريات، ولا عايز تدخل كنت تروح اوروبا ليه؟ طب ليه ما رحتش دوله عربيه؟ طب ليه مثلا ما رحتش مثلا من بلدك مدينه معينه لمدينه ثانيه؟ انا بدي حضرتك نموذج للشباب، لان الناس فاهمه ان في الاخر خالص دكتور طارق وصل فمولود في بقه معلقه ذهب. فما بين هنا وهنا كلام كتير يتقال. شوف، اول شغله انا ما وصلتش، فهمت علي كيف؟ ما في حدا وصل يعني، فهمت علي كيف؟ الانسان يعني دائما يحتاج الى العلم، ويحتاج الى التوعيه، ويحتاج الى التنميه. بالعكس انا كل لقاء التقي فيه مع اخوه اعلاميين او انسان في الشارع او حتى مطعم اقعد فيه استفيد من الناس، لانه احنا نقطه في بحر علم هذه الحياه. نحتاج دائما الى العلم. احنا بالنسبه لي مشروعي في مصر، ما كنت في الاردن، ما كنت انا في الاردن وقررت